ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض شاورما الدجاج والعيش السوري بطريقه سهله وبسيطه. حلو جدا وطعمه زي بره بالظبط وكمان اوفر. يلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجه هنبدا بتتبيل الشاورما. كوبايه من اللبن الرايب، ولو مش عندنا كوبايه لبن وعليها معلقتين من الخل. التوابل بتاعتنا بتكون ملح وفلفل، توم باودر، بصل باودر، 7 بهارات، حبهان مطحون، بابريكا. وهنقلبهم كويس كده مع بعض. وهنكون مقطعين صدور الدجاج تقطيعة الشاورما. هنبدأ ننزل بيها على التتبيلة وهنقلبها كده كويس في التتبيلة. عصير ليمونة، وهنسيبها في التلاجة حوالي ساعتين عشان تاخد طعم التتبيلة كويس. وهنبدأ نعمل مع بعض العيش بتاعنا. العيش بتاعنا بيكون سهل وبسيط. كوبايتين من الدقيق، رشة ملح، نص معلقة بيكنج باودر، معلقتين من الزيت، وهنعجن بمية دافية. هنبدأ ننزل بالمية بالتدريج. طبعا مقدار المية بنحدده من نوع الدقيق، يعني كل نوع دقيق بياخد مية مختلف عن التاني. هننزل بالمية كده بالتدريج لحد ما نوصل للقوام المطلوب، كده نعجنه كويس. وهنوصل للعجينة هتكون بالشكل ده معانا، عجينة طرية. هنسيبها ترتاح لمدة نص ساعة وبعدين هنبدأ نشكلها. هنا بعد ما العجينة بتاعتي ارتاحت هنحط رشة دقيق على المكان اللي هنفرد عليه، وهنبدأ نشكلها لكرات متساوية، كرات متوسطة على حسب حجم الرغيف زي ما انتم شايفين كده. وهنبدأ هنفرد اول رغيف بالطريقة اللي انتم شايفينها كده. العجينة هنلاحظ ان هي بتتفرد معانا بسهولة، مش بتتقطع. العجينة بتاعتي طرية وسهلة كده وهي بتتعجن وبتتفرد. هتشوفوا كده زي ما انتم شايفين معايا. نحاول نوصل لشكل دائرة. هنجيب صينية نحط فيها رشة زيت بسيطة وهنسخنها وهنبدأ نسوي العيش بتاعنا. العيش بتاعنا مش بياخد وقت خالص، يعني ثواني ونقلبه على طول على الناحية التانية، وبنطلعه على فوطة وبنغطيه بفوطة عشان ما ينشفش. بيكون طري وحلو جدا، هيعجبكم وهيعجب الولاد جدا. نقدر كمان نستخدمه في سندوتشات الستريبس، سندوتشات البانيه، يعني الولاد هتحبه في السندوتشات عموما. وهو طريقته سهلة وبسيطة وموفرة جدا. خلصنا كده العيش بتاعنا، لازم نغطيه عشان ما ينشفش معانا. هنبدأ نسوي الشاورما. طاسة او صينية هنحط فيها معلقتين من الزيت ولازم تسخن كويس جدا. هنبدأ ننزل بالشاورما بعيد عن بعض كده، ما نحطهاش فوق بعض. وبعدين مش هنقلب الشاورما خالص غير لما لونها يغير. هنبدأ نقلبها، انا ببعدها كده عن بعض عشان ما تنزلش ميتها. هنبدأ نقلب. انا ضفت هنا فلفل حامي، نقدر نستبدله بفلفل رومي لو حابين. نص كوباية من البقدونس. نقدر نضيف بصل، نقدر نضيف طماطم. الاضافات دي حسب رغبة كل واحد. الشاورما ما بتاخدش وقت خالص، تقريبا 10 دقايق وبتكون جاهزة. هنبدأ نعمل السندوتشات بتاعتنا. العيش كان طري ولذيذ جدا. حطينا الشاورما، نقدر نحط في الوقت ده عليها بقدونس، نقدر نحط بصل وعليه سماق بيديها طعم حلو جدا. انا بفضل ان احنا بعد ما نعمل السندوتشات نسخن صينية ونحط عليها معلقتين كده من الزيت، دهنة زيت بسيطة كده، ونبدأ نحط فيها السندوتشات تاني، تخليها كريسبي وبتديها لون حلو كده. هتشوفوه معايا دلوقتي. ما بتاخدش وقت خالص، يا دوب بس ان احنا ناخد اللون ونقلبها على الناحية التانية وبتكون جاهزة معانا. الولاد كلها بتحب الشاورما وبتحبها بره. اسعارها في بره غالية، في البيت هتكون موفرة وطعمها لذيذ. زي ما انتم شايفين كانت كريسبي. لو عجبكم الفيديو لايك على الفيسبوك، سبسكرايب على اليوتيوب. هسيب لكم اللينك في اول كومنت.